أهلا بيكم معايا. أنا أسماء وبودكاست أوفر شير، ودي حلقتنا الجديدة. أكيد كلنا حسينا قبل كده قد إيه الحياة قاسية، وأكيد برضو تمنينا مرات كتير إنها ترفق بينا، وأوقات كتير استنينا الرفق، مش بس من الحياة لكن كمان من البشر المحيطين بينا. لكن يمكن وسط كل ده نسينا نسأل نفسنا سؤال مهم: هل إحنا أصلا قدمنا الرفق لنفسنا؟ حلقتنا النهاردة عن الرفق، وسؤالنا المرة دي: بتعامل نفسك بلطف؟ طيب، سؤال تاني: ليه بنقسى على نفسنا؟ بالنسبة لي شخصيا، لو هجاوب على سؤال الحلقة فهتكون إجابة حزينة شوية ومليانة شجن. يمكن علشان عمري ما كنت لطيفة مع نفسي، وكل ذكرياتي عن معاملتي لنفسي مليانة قسوة. والحقيقة كانت قسوة غير متعمدة، لأني أصلا مش شخص قاسي بطبعه، بالعكس أنا شخص حنون جدا. لكن يمكن ما كنتش مدركة وقتها إن الطريقة اللي بعامل بيها نفسي كانت قاسية فعلا. عدم إدراكي كان جاي من فكرة التقويم. كنت شايفة إن لما أجلد نفسي على غلط، أو أجبر نفسي على شيء صعب، أو أحكم عليها بقسوة، فده نوع من أنواع تقويم النفس. الحقيقة عشت سنين كتير من عمري بالشكل ده، لحد ما بدأت أفهم الفرق بين التقويم والقسوة. لأن التقويم شيء جميل ومحتاجينه في كل فترات حياتنا علشان نبني نسخة أفضل من نفسنا. لكن مع الوقت اكتشفت إن التقويم مش لازم يكون مؤذي، وإن النفس مش بتتغير بالقسوة طول الوقت. يمكن بالعكس، يمكن النفس بتحتاج رفق أكتر علشان تنصاع وتقبل التعديل. ويمكن الغريب إننا أوقات بنطلب الرفق من الحياة ومن الناس، لكننا ما بنعرفش نقدمه لنفسنا. بنغلط فبنقسى، نتعب فنلوم نفسنا أكتر، نضعف فنحس بالخجل، كأننا مستنيين من نفسنا تبقى قوية طول الوقت، كاملة طول الوقت، مع إننا بشر طبيعي نتعب ونضعف، ونحتاج مساحة نرتاح فيها من صوت القسوة اللي جوانا. وعلشان كده اخترت إني أرفق بنفسي. ويمكن الجميل في رحلة الرفق إنها عكس أغلب الرحلات، بتلاقي أثرها مع كل خطوة. في كل مرة بتقف فيها قدام نفسك وتقول: أنا مش هقسى عليها تاني، أنا هكون لطيف معاها، في حاجة جواك بتهدى، وحاجة تانية بتنور، وبتحس فجأة إنك رجعت طفل صغير شايف الدنيا أدفى وأحن، وفاتح دراعاتك للعالم من غير خوف كبير. يمكن لأن اللطف اللي خارج من جواك بيحوطك بإحساس ناعم من الأمان. الرفق بالنفس اختيار، مش شعور بيجي لوحده، ومش حاجة هنتعلمها في يوم واحد، لكنه اختيار بنحاول نعمله كل يوم، في طريقة كلامنا مع نفسنا واحتوائنا ليها، في نظرتنا لغلطنا، في ردة فعلنا لما نقع أو ندعنا. اختيار إننا ما نبقاش أقسى حد على نفسنا. ويمكن في كل مرة بنختار فيها الرفق بننقذ جزء جوانا كان محتاج يتحب مش يتحاجب. الرفق عمره ما كان عكس المسؤولية، ومش عكس التقويم. الرفق بس بيخليك تمسك ايد نفسك وانت بتحاول تقومها، زي طفل صغير بيتعلم لأول مرة ازاي يمشي، بيقع مرة واتنين وتلاتة، لكن دايما في ايد بتمسكه بحنان، بتسنده لما يقع وتطبطب عليه وتشجعه يحاول مرة تانية، ويتعلم من المرة اللي فاتت، وياخد خطوة جديدة وهو حاسس بالأمان. ويمكن كلنا محتاجين نبقى الإيد دي لنفسنا، الإيد اللي بتسند مش اللي بتزق، اللي بتطبطب مش اللي بتلوم، اللي بتشجع على المحاولة مش اللي بتعاقب على الفشل. ويمكن الرفق بالنفس مش إننا نسيب نفسنا للغلط، ولا إننا نبقى مستهترين، لكن إننا نفضل جنب نفسنا حتى في اللحظات اللي ما نستحقش فيها الكمال، علشان في النهاية كلنا بنتعلم نمشي.
الحلقة دي كانت عن الرفق بنفسنا، وإزاي نكون ليها الإيد اللي بتسند وتطبطب وتشجع من غير استسلام. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع حد بتحبوه. أنا أسماء، وبودكاست أوفر شير. خليكوا حنينين على نفسكم، ونشوفكم الحلقة الجاية.